هل تعلم أن هناك حيوانات عاشت يوماً ما على كوكبنا، لكنها اختفت إلى الأبد؟ طائر الدودو كان يعيش في جزيرة موريسوس، ولم يكن يستطيع الطيران. كان سهل الصيد، لذلك اصطاده الإنسان بكثرة حتى انقرض في القرن ال17. الماموث الصوفي حيوان ضخم يشبه الفيل، مغطى بشعر كثيف ليحميه من البرد، لكنه اختفى بسبب تغير المناخ وصيد الإنسان. نمر تسمانيا يشبه الكلب وله خطوط كالنمر، كان يعيش في أستراليا، لكنه انقرض في القرن ال20 بسبب الصيد وتدمير بيئته. عقاب هاست أكبر نسر في التاريخ، كان يصطاد طيوراً كبيرة، لكنه اختفى بعد اختفاء فرائسه. الكواجا نصفه مخطط ونصفه بني، مشهد غريب وفريد، انقرض بسبب الصيد. وحيد القرن الأسود الغربي كان يعيش في إفريقيا، لكنه لم يسلم من الصيد الجائر بسبب قرونه الثمينة. أسد الأطلس أسد قوي ومهيب، كان يعيش في شمال إفريقيا، لكنه اختفى بسبب الإنسان. فهل نتعلم من الماضي أم نسمح لحيوانات أخرى أن تنقرض أيضاً؟